مواصلين إذا استضافتنا مواصلين فرحتنا بالعيد وفرحتنا بالعيد بالحلو والحلويات والأطباق الشهية في كل دار تونسية، حتى التوانسة اللي في الخارج طبق الحلو لازم أكيد موجود. وسعيدة جدا باستقبال اليوم ضيفاتي. الحقيقة اليوم باش نحكيو تغذية، باش نحكيو زادة حلويات، وسعيدة نقول لهم كل عام وانتم حيين بخير. أهلا وسهلا، مرحبا بك سمر طريفي أخصائية تغذية. عسلامة، مرحبا عيدك مبروك. يعيشك، ميرسي بوكو. عيدكم مبروك الناس الكل، ان شاء الله يتعاد علينا بصحة وعافية وسلامة يا ربي. يعيشك درة، اهلا وسهلا. عسلامة، عيدك مبروك. ان شاء الله عيد مبروك على التوانسة. يعيشك درة، انت موجودة معنا بالطبيعة اليوم بالحلويات، كنت موجودة معنا الحقيقة في حلقات في برنامجنا في شهر الفضيل في تونس في رمضان، واستمتعنا الحقيقة معك، ما خبيت علينا حتى سر من سر بالحلويات. لكن اليوم حلونا حاضر، نمشيو نشوفوا معناتها شنو كيفاش يلزمنا اليوم نحافظوا على سلامتنا شويه ولياقتنا، لانه الحقيقه من الصباح تبارك الله بدينا هاو القهيوه هاو الفطور الصباح. يظهر باش ناخذوا اكثر تفاصيل مع سمر، والحديث مازال معاك درة اكيد طويل. بيان سور توا النهار الاول تاع العيد الناس الكل تصير لنا تغيرات في الجهاز الهضمي، بيان سور على خاطر الجهاز الهضمي كان مرتاح في النهار وكان ياكل في الليل. توا نهار الاول بيان ايفيدامون فما تقلب، فما ولا ناكلوا في النهار وفي الليل زاد ناكلوا. دونك فما عباد بتصير لهم شويه قلق، كيما القبض، كيما جريان الجوف، كيما ساعات الغاز. دونك لهنا فما حاجه لازمنا نعملوهم اليوم باش هاكا نتجنبوا الاعراض هذوما المشبهين. اسم الله عليكم. باهي دونك اول حاجه اذا كان قمت الصباح لقيت روحك ما عينكش ما تحبش تاكل، ما فيها باس، نجم ما تاكلش، نجم ترتاح روحك، تخلي روحك حتى تكشي للفطور، والا توخر فطور الصباح تو سامبلومون. دونك لهنا فطور الصباح لازم يكون حاجه صحيه متوازنه، فيها الياف، فيها خضره، فيها كعيبه غله، فيها عظيمه مصدر بروتينات باهي، فيها زيت زيتونه، شويه خبز كامل، شويه خبز خفيف. بيان سور ما ناكلوش خبز طابونه، خبز طاجين، هذوما انواع خبز ثقال ويتعبوا الجهاز الهضمي. دونك ماذا بينا نرتحوا الجهاز الهضمي لو ماكسيموم، نشربوا الماء الصباح، نبداو ماذا بينا بكويس ماء ما فيها باس باش نحضروا الجهاز الهضمي كما قلت للماكله اللي باش ناكلوها على طول النهار. ناس الكل الصباح في العيد بيان سور القهوه والحلو. ها الحلو احنا حاضروا الحقيقه مدام درة تبارك الله جبت لنا الحلو الكل. هذاك ما فيهش كلام الناس الكل، ونحن ما نحرموش رواحنا من العادات بيان سور على خاطر يعني هذوك عاداتنا وتقاليدنا وموروثنا واصلنا، يعني لازمنا نخليوهم مي افيك موديراسيون بيان سور. ماذا بينا ما نكثروش، نعرفوا اللي الحلويات والسكريات بكثره ومعناتها بطريقه معناتها دائمه اذا كان نستهلكوهم ينجموا يسببوا لنا امراض كيما السمنه والسكري اللي لطف علينا. دونك لهنا نحاولوا نقتصروا على كعيبتين الصباح ما نفوتوش، نحاولوا نختاروا والذواقه كيفاش عملنا فيها باش نمشيو نعيدوا هاو ذوق عندنا اسمع، وخاصه اللي نحلوا في الدار معناتها شويه غريبه. هذه عملتها بربي ذوقي زعما باهيه ولا شويه منها شويه منها. اي باش نحكي ديجا على الحلول اللي تعمل في الدار. انيسياتيف باهيه للعباد اللي تحب تعمل فرصه هاكا، نجموا نقصوا السكر، نجموا نستعملوا دواء زيت كيما زيت زيتونه مثلا، نعوضوه بالسمن، نعوضوه بالدهون المشبعه، نجموا نحطوا سكر دقله زاده ماهوش خايب نعوضوا به. هذا الجماعه اللي يعملوا الحلو في الدار هاكا حاجه فكره طيبه. اللي باش ياخذوا الحلو من البر فما دي باتيسوري اللي يبيعوا الحلو اللي ناقص سكر، والا اللي يحطوا معناتها بدائل سكر. دونك لهنا حاجه نجموا نستعملوها هاكا باش نقصوا من استهلاك السكريات السريعه الامتصاص كيما السكر الابيض. واللي حاب ياخذ الحلو ماذا بينا نختاروا انواع حلو كيما مثلا الملبس باللوز، كيما مثلا الغريبه، كيما مثلا كعك الورقه. هذوما انواع حلو يعني ناقصين سكر، ما فيهمش برشا حريرات للعباد اللي عندهم مرض سكري او مرض سمنه. نجموا مثالش ناخذوا كعيبتين منهم. يعطيك الصحة درة. الحقيقة نعرف هي توا تحكي ماذا بينا نقصوا شوية، أما أنت الحلويات يعني اليوم هو اختصاصك تبارك الله. نشوفوا في الأطباق منوعة اليوم معانا، وباش ناخذوا أكثر تفاصيل من بعد أكيد. ما زلت محاضرة معانا بالطبيعة، معيدة معانا اليوم درة. باش ناخذ يمكن هكا كيلكو زاستيوس، خاطر نعرف فما شكون يقول لك والله ماذا بيا هكا ماذا بيا نكمل بالحلو مثلا نعملوا في الدار مثلا الغريبة والا كعبر الكارتاج اللي معروفين برشا اللي هما ساهلين واي عبد ينجم يعملهم. يعني
ونذكروا صغرنا ونذكروا واحد يعني عندنا علاقه كبيره متفيده بهم. اي دونك توا كيما انت معناتها كيف يعني حتى في السكر يظهر لي تنقص في الكميات احنا بالحلوب بصفه عامه خاطر قاعدين كثره الامراض كما تحكي المدام كثره امراض السمنه وامراض السكري معناها هذوما امراض العصر. دونك احنا ولينا نواكبوا في التطورات هذوما. دونك الحلوب بصفه عامه ولا كله اليجي اون سكر، معني خففنا السكر اكثر ما يمكن باش الناس كل تنجم تاكل. وون بلوس نستعملوا كما قالت المدام نستعملوا في بدائل السكر بالنسبه للمرضى السكري معناها يحب يشتي كعيبه حلو ما نحرموش، غريبه كعك ورقه دواجن يعني نجم ياكل كل شيء من غير ما يتحرم. وفما حاجات طبيعيه بديل سكر طبيعي ما يخافش وما عندوش مضادات. يعطيك الصحه. سمر بالنسبه اللي نعرفوا الشرموله والحوت المالح بيسالش هي خاصه في مدينه صفاقس، وتحيه لاهالينا في صفاقس نقول لهم ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير. معناتها كل بلاد ورت على الحقيقه اليوم فما الملوخيه زاد في تونس العاصمه الحلال العصيده القلايه معناتها تبارك الله في كل بلاد ورطالها كما قلنا. وتونس متنوعه يعني العادات وزاد الفول. كنا حكينا مع سي محمد علي الفرشيشي مثلا على توزر مثلا في الجنوب الغربي. معناتها اليوم كل واحد وكيفاش الاكله نتاعو كيفاش نعملوا يعني شويه شنو نعملوا شنو تنصح؟ باهي هو راهو الاكلات التونسيه معناها تختلف حسب الولايات وحسب الجهات. كل ولايه وكل جهه شنو العاده نتاعها في العيد. ما يجتمعوا في حاجه انه الماكله نهار العيد نتاعنا في عاداتنا فيها برشا زيت وبرشا ملح وبرشا سكريات. دونك لهنا باش نحاولوا نلقاو حل لها ثلاثه مشاكل هذوما. اول حاجه الزيت نحاولوا نقصوا لو ماكسيموم اذا كان باش نطيبوا. ما يسالش هي الماكله تجي هكا ماهيش بنينه بلاش كيف الملوخيه كما تقر زيت عاد ولا هو هكا ذره ولا لا ما تقر زيت فوالا. ما يسالش اذا كان سورتو العباد اللي عندهم امراض مزمنه في الدار ماذا بينا نحاولوا نقصوا من الزيت. ناخذوا خبز ما يسالش فما في البولونجري فما خبز مسوس نجموا ناخذوا خبز مسوس باش هاكا نعوضوا كي يبدا الماكله مالحه الخبز يبدا مسوس. نجموا ناخذوا خبز خفيف خبز كامل نبعدوا على الطابونه كما قلت على خبز الطاجين. بالنسبه للسكريات كما قلت نحاولوا ناخذوا كعيبه بعد الحلو بعد الفطور هاكا باش تتخلط مع الفطور ولا المؤشر الجليسيمي نتاعها يبدا منخفض. هذوما هما جينيرالمون نردوا بين على صحتنا. سورتو الملح للعباد اللي عندهم التونسيون. هذا هو يعني هذه ابرز النصائح. والماء كما قلنا شرب الماء الخضره نوصيكم على خضره فيها بس كان نعملوا سلايطه مع الفطور. تكون غنيه بالالياف غنيه بالمعادن الفيتامينات. دوك نقول سلطه مانيش باش نقول سلطه روز سلطه مقرونه يعني سلطه خضراء فيها الخس فيها البسباس فيها الفاقوس فيها الطماطم. هذوما يعني ماذا بينا قد ما ننوعوا في الوان الخضره قد ما خير نتنفعوا بالفيتامينات نتاع الخضره اكثر. والجناريه الحقيقه لانه الجناريه مهمه برشا. يمكن توانسه ساعات هكا مانيش يحطوها شويه في الجلبانه ما يتلهوش بها برشا. الحقيقه ماذا بيا اليوم نستغل الفرصه وانت موجوده معنا باش تحكي عليها الجناريه لانها مهمه برشا الجناريه. اللي عندهم شحم في الكبده مهمه جدا. فيها برشا يعني مكونات دقيقه في الغذائيه دقيقه مغذيه فيها فيتامينات فيها مضادات اكسده. يعني انا ننصح بها الجناريه ما فماش معناتها لازمنا ندخلوها في عاداتنا. سي لو طون نستعملوها اكثر يمكن نقبلوا عليها اكثر خاصه توا هي الموسم نتاعها يعني وموجوده الحقيقه وحتى الاسعار في متناول الناس الكل يعني مهم برشا اليوم ناخذوها. بالنسبه للماء نتاع الجناريه باهي هو باهي الماء نتاع الجناريه فيه الفيتامينات اللي يتيحوا من الثمره نتاع الجناريه يتيحوا في الماء. مي هو الفو ميو ناخذوا الثمره في حد ذاتها فيها اكثر فيتامينات وعناصر غذائيه. يعطيك الصحه. شكرا ليك سمر تريفي. يقول لك عيدك مبروك مره اخرى ان شاء الله كل عام وانت حيه بخير انت وعائلتك احبابك. درة كذلك عيدك مبروك مره اخرى. ما زلت مواصله بالطبيعه الحديث معنا ومن بعد لازم عاده باش نعملوا كيفاش نعطيو شويه لي زاستوس وخاصه اليوم مشاهدينا اللي يشاهدوا فينا خاصه اللي في الخارج واللي متوحشين ريحه تونس وريحه نجموا نعاونوهم كيفاش حويجه في الدار حويجه في الدار بالطبيعه مش صعيبه. واللي الحلول نجم يعملوا شويه غريبه شويه كعبر كرتاج شويه كعك عنبر يعني مقدور عليه حاجات اللي مقدور عليها. يعطيك الصحه دورة. شكرا ليك. بالطبيعه كما قلنا انت باش تكون موجوده معنا في برنامج.
إذا مواصلين فرحتنا بالعيد وأجواء العيد بالطبيعة في برنامجنا، البرنامج الخاص بأولى أيام عيد فطر المبارك، وسعداء جدا إنه نكونوا معكم باش نونسوكم، خاصة المواطنين اللي في الخارج. نقول لكم مرة أخرى كل عام وأنتم حيين بألف خير، والتوانسة وين ما كنتوا نقول لكم كل عام وأنتم حيين بخير، افرحوا ازهاو، نعايدوا بعضنا، نمشيوا العائلات، نتذكروا مثال هكا الصغير يذكر الكبير، نتذكروا مثال عماتنا، خالاتنا، اولاد عمنا، اولاد عموماتنا، اولاد اخوالنا، الكل وين ما كنا توانسه بالطبيعه نكونوا بالطبيعه يد واحده. اليوم في فرحه العيد نكونوا فرحانين، نكونوا سعداء، نكونوا زاهيين، ونكونوا متواصلين على الخير. احنا بالطبيعه ما زلنا مع بعضنا توا كما قلنا بكري مع مدام درة، قلنا لها باش تكون حاضره معنا لانه الحديث يطول على الحلو وعلى الحلويات. درة حلويات متنوعه الحقيقه واجواء كبيره، ويمكن اللي في الاستوديو ان شاء الله توصل لهم الاجواء الكبيره اللي قاعدين عايشينها احنا بالطبيعه هنا في فرحه العيد. الحلو بانواعه اليوم شهيت تبارك الله، ويظهر لي في كل دار تونسيه فيها الخيرات الكل اليوم، فيها الخيرات الكل. فما حاجات اللي موجوده في الديار الكل كيما الغريبه، كيما بشكوت العيد، يعني يستحيل فما دار تونسيه ما تلقاش فيها الانواع هذوما، المقروض، الحلب، فما حلويات عصريه، فما برشا حاجات. دونك متنوع. هو متنوع، والحقيقه هو شوفوا في حاجات جديده، هو فستقه جديده، هو طورنا الحقيقه. الباتريك موضه، شكون موضه فيها برشا موضه، هي تتطور وواحد بالطبيعه معناها. احنا وعدنا الساده المشاهدين، واليوم الحقيقه نتوجه خاصه المشاهدين في الخارج، قلنا باش نعطي تحيه ليهم وتحيه كبيره للجاليه التونسيه. اليوم قلنا باش نعطيهم ديزاستيوس. نبداو شي هكا توا هي مزينه هكا الشاشه، كعابر كرتاج، الملونه الحمراء والخضراء والبيضاء ذيك المزيان، نحبوها الكبار يشتروها الحقيقه. كان تعطينا هكا شويه الغوسات نتاعها. نعطيك الغوسات نتاعها، ينجموا يعملوها في الدار مقدور عليها. دونك ياخذوا كيلو لوز ارطب، يزيدوه، يطيبوا بونتا، ما يزيدوش السكر، يطيبوا بونتا. شنو هي البونتا؟ هي يعني شحور كيما احنا نقولوا شحور، سكر وماء، قد السكر قد الماء، يبدا خفيف شويه، ويقسمك ويخلطك الخليط بالبونتا، يعني اللوز يخلطها بك البونتا، ويقسمها على ثلاثه طريفات. يخلي الطرف اللي باش تكون بيضة، والطرف الاخرى يلونها بملون غذائي احمر، والطرف الثالثه يلونها بملون غذائي اخضر. ويشكلهم في شكل دوائر، ويغطسهم في السكر. هذيك هي باهي. كعك العنبر كيلو لوز عليه 400 جرام سكر ارطب، ويلفوا بالابيض العظم. يعجنها، ما يعجنهاش برشا، ما يجيش تتعجن خاطر اللوز زيت، ومن بعد يشكلها في شكل كعيبرات، وكعيبرات ينقبهم في الوسط، ويحط لها فستقه، شطر فستقه منا وشطر فستقه منا، وهذا كعك العنبر. ما ينساش روح العنبر. روح العنبر. هو توا احنا الحقيقه كما قلنا احنا ولات موضه حتى في الحلو كل اليوم، مهم برشا زاد نحكيو على المكونات الجديده اليوم الهيلثي، نحبوا على صحتنا كما كنا مع اخصائيه التغذيه اللي كانت حاضره معنا سمر، الحقيقه عطتنا بعض النصائح. اليوم نشربوا برشا ماء ونقصوا شويه نقصوا شويه لازمنا نعرفوا كيفاش ناكلوا. هو الحلو بصفه عامه قلت لك ولينا احنا مشينا مع الامراض اللي ظهرت في العصر توا واحد، وكثره امراض السمنه وامراض السكري. دونك الحلو بصفه عامه ناقص سكر، نعملوا فيه ناقص سكر، معناها اليجي اون سكر. ولكن فما بدائل السكر اللي هي طبيعيه، اللي خاصه بمرضى السكر، العباد اللي تتبع في حميه ما تحبش، ما يلزمهاش تاكل السكر، مريض السكر ممنوع عليه معناها استهلاك السكر. دونك فما بديل سكر طبيعي كيما الغريبه، تتعمل كيف بالضبط، تشوفها هي بدارها، ما فماش حتى فرق. حتى في المطعم معناها تعطينا نفس المطعم، نستعملوا بديل السكر. حتى اللي في الديار باش يعمل حاجه وحده في الدار ينجم في عود السكر، سورتو الغريبه والحكايه هذوما معناها ساهل، معناها يمشي معاهم مليح بديل السكر، وياكل ولا باس تقول عليه الصمصه، الحكايه هذوما كل بشكوت والعيد زاد نحكيو على الهيلثي، العباد اللي توا تاكل هيلثي نستعملوا، نحطوا فيه في الفرينه الكامله، نحطوا فيه في لي سيريال،
ما نعرفش البذور، فما بذور نعرفوا مثلا ولات مثلا حتى في البسكوي ولا نعملوا في بذور الشيا، بذور الكتان، هذيك مهمه برشا. مهمه نستعملوا فيه. وقعد غادي البسكوي خساره مش ظاهر، نحطوا معناها فرينه كامله وفي خليط من ذيك البذور هذيك، فما فرينه كامله ونزيدوها بذور الشيا معناها وناقص سكر على الاخر ومنصوح به معناها للواحد، واللي باش يتبع حميه يساعدوا مليح 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 كما قلت. هو هذا المهم والاهم، واحنا بالطبيعه كما قلنا هاو بالمقروض بالحلو بالبقلاوه مقروض زاد ناقص سكر. مقروض فيه المقلي صحيح بالشهور، لكن عندنا مقروض الفور يعني قديم، مش حاجه جديده عملناها قديمه. مقروض الفور مش مشحر للعباد اللي ما تاكل السكر، للمرضى السكري، للعباد اللي ما تحبش السكر برشا برشا. يعطيك الصحة سيدة درة فتح الله، شكرا على حضورك معنا. باش نخلي لك أنا اليوم على شكون تعيد بالطبيعة المعايدة بتاعك. شكرا. نعيد على تونس الكل ساعة وعلى الجماعة اللي لهنا الكل منورين وعلى الإذاعة الوطنية وعليك أنت، ونعيد على عائلتي، على راجلي، على أولادي بلال وحمزة وسارة، وإحنا بدنا نعيدهم على عائلتي وعلى عائلتي الكل. وباش نعمل تحية لصاحبتي وميسيرش ما هو يتفضل صاحبتي نجوى الغالية عليا واللي ديما تشجع فيا، وعلى خواتي وعلى عائلتي وعلى عائلة راجلي. وإن شاء الله كل عام إن شاء الله كل عام وإن شاء الله وإن شاء الله التلفزة الوطنية منورة، وإن شاء الله يعيشك. ايامنا كلها عيد وكلها حلول ان شاء الله يا رب. ان شاء الله يا رب. وتحيه زاده لكل الناس اللي تشتغل الحقيقه في مجال المرطبات، لانه الحقيقه والحلويات. ذكرتني صحيح كان قطعتك. تحيه للعمال اللي تخدموا معايا، تحيه اليوم خاطر تعبوا ياسر شهر رمضان ويعطيهم الصحه. هي فتره والله تحيه ليهم، تحيه ليهم الكل، تحيه لكل التوانسه وين ما كنتوا. شكرا لكم، يعطيكم الصحه.